عملت طاجن كبد وقوانص بطريقه جميله جدا جدا، والناس انبسطت مع شويه مكرونه، وربنا سبحانه وتعالى سترها ورضانا واليوم عدى. زي ما انتم شايفين انا جبت 2 كيلو كبد وقوانص، قطعت القنصه 2، يعني حتى ما سبتهاش بحالها عشان ترمي معايا كميه، وثلاث بصلات متقطعين شرايح، وشويه فلفل الوان وطماطمايه وشويه توم مقطعهم بالسكينه، وادي الكبده مقطعها 2 وراكنهم على جنب. تعالوا بقى نخش في طريقتنا. الطاسه عندي حطيت عليها معلقه من السكر، هكرمل السكر دوت، هسيبه مش هقلبه الا لما يختفي خالص، وبعدين يبتدي تاخد اللون البني، وانزل عليهم بمعلقه السمنه زي ما انتم شايفين، واقوم نازل بالقوانص بتاعتي هديها صدمه. وهنا هنخلي بالنا بقى شويه تريكات كده عشان يطلع معانا طاجن زي ما شفتوا كده، حاجه يعني والله كان جميل جدا. انا عايز الطاجن ده ما ازودش فيه ميه، انا عايزه هو منه فيه يستوي، فبالتالي انا هخلي القوانص دي تنزل ميتها، فبديها تقليبه والتانيه لحد لما اشوف ميتها نازله عندي في الحله بتاعتي او الطاسه. زي ما انتم شايفين الميه اهي بانت قدامي. اول ما الميه هشوفها بعينيا هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي هنزل البصل الشرايح بتاعي دول، وطالما طاجن حلاوه الطاجن نكتر فيه البصل. نازل بيه معلقه كبيره من الفلفل الاسمر او معلقتين صغيرين من المعلقه بتاعه التوابل، ومعلقه الملح بتاعتي. الملح ده هيعمل ايه؟ هيخلي البصل ينزل الميه بتاعتي. ونركز بقى انا هنحط ملح قد ايه كم مره، وهبتدي اقلب الفلفل الاسمر بالملح، والريحه طبعا مش عايز اقول لكم عامله ازاي. وهنزل بالفلفل الالوان بتاعي، لكن التوم لا مش هحطه دلوقتي خالص. دولت هينزلوا ميتهم والطاسه هتستوي والقوانص هتشرب منها فيها. عندي طاسه تانية حطيت فيها بقى معلقه سمنه، وهعمل ايه هنا الجديد بقى؟ زي ما قلت لكم ان الوصفه دي ما فيش يوتيوبر عملها. هحمر الكبده بتاعتي تحمير كامل، تحمير كاني هاكلها، يعني كاني انا دي كانها وجبه تانية لوحدها، مش هسلقها، لا ده انا هحمرها زي ما انتم شايفين كده، تنزل ميتها وبعدين تستوي وتتقلي. وهنزل معاهم بشويه التوم اللي انتم شفتوهم في اول الفيديو. طبعا التوم مع كبده الفراخ مش عايز اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. فانا هسوي الكبده تسويه كامله تحمير كامل. انا باكد الكلام اهوت. التابل اللي هحطه في المرحله ديت هو الفلفل الاسمر بس، في توابل تانية هحطها بس لسه قدام لما الميه تتشرب وابتدي اشوف بعينيا السمنه وهي بتقلي الكبده. وما ننساش الطاسه بتاعتنا، افتح الطاسه هشوفها زي ما انتم شايفين البصل دبل ونزل ميته. اعلي التست شويه، احط مرقه من الماجي، دي مرقه من الماجي هتدي طعم جميل جدا للطاجن بتاعي. وبعدين اجي اقلب بقى القوانص بالبصل بالفلفل، وارجع اقفل تاني عليها. ونرجع تاني للكبده بتاعتنا. كان في عندي قرن فلفل دبلان حزين كده في التلاجة، قمت مقطعه وحطيته كمان على الكبده بتاعتي. ونزلت بقى هنا خلاص الكبده استوت، اتحمرت بمعلقه من البابريكا ومعلقه من الكمون، دي بابريكا مدخنه. الكبده عندي اتحمرت بالفلفل بالثوم، فتحت على الطاسه بتاعتي وهو منزل الكبده بتاعتي. خلي بالنا هنا بقى الكبده بتوابلها بتومها هتقوم نازله في القوانص، كله ياخد من كله، كله يشرب من كله، هيبقى الطعم جميل جدا كده. ما فاضلش غير حاجه واحده بس، هجيب الطاجن بتاعي الطاجن المصري اللي هو الشكل دوت، وهنزل بيه الخليط بتاع الكبد بالقوانص بالفلفل. القوانص مستويه بنسبه 80%، والكبده مستويه بنسبه 100%. هي القصه دي خدت بالظبط في الفرن نص ساعه، وطلع احلى طاجن كبد وقوانص مع شويه مكرونه وشويه بطاطس محمره ايا كان ممكن يتحط جنبيه ايه، ويبقى وجبه جميله جدا. وزي ما قلت لكم احنا نحارب الغلاء بالاستغناء، مش شرط ناكل فراخ. لما الكبد والقوانص هتغلى هنعمل برضو وصفات تانية على قد ايدينا. احنا يعني صابرين ومستمرين، وربنا سبحانه وتعالى كريم.